وصفة النهاردة هي ازاي نعمل الفراخ البلدي ونسويها بطريقة جميلة جدا، وكمان ازاي نحافظ عليها ان هي كمان ما تخسش وتبقى طرية جدا من جوه. يلا بينا نعرف طريقة تحضير الفراخ البلدي وازاي ننضفها كويس وكمان نسويها بطريقة جميلة جدا هتحببنا في الفراخ البلدي. اول حاجة هنا جبت فرخة فريش لسه مدبوحة دلوقتي، جبت حوالي نص ليمونة كده وفضلت ادعك بيها كويس جدا الفرخة في كل جزء فيها. طبعا ده علشان يشيل الزفارة بتاعة الفرخة وكمان هينضفها ويعقمها كويس جدا. هنا بعد ما بعصر عليها الليمون في كل جزء كويس وابتدي اوزع الليمون كويس. الليمون جميل جدا مع الفراخ او مع انواع اللحوم عموما علشان بيعقم كويس وكمان بينضف كويس جدا. وهنا بعد ما خلاص نضفتها بالفرخة كويس جدا من بره كمان هنضف من جوه الفرخة نفسها. وهنا هبتدي اشيل اي جزء غير مرغوب فيه في الفرخة او مثلا مفيش داعي ان هو يفضل موجود. طبعا هبتدي اشيله بالسكينة سواء اطراف الاجنحة علشان طعم الشوربة يطلع جميل. انا هنا طبعا لازم املح الفرخة كويس جدا. التمليح ده مهم جدا هيخلي الفرخة تشرب معايا، هيكون طعم الفراخ جميل جدا. وكمان هبتدي اوزع الملح كويس جدا وادعكه بايدي في كل جزء من الفرخة وخصوصا جوه الفرخة وعلى الجلد كده من بره. ده اولا هينضف ويعقم الفرخة وكمان هيديني طعم جميل جدا بعد السوى للحم جوه الفرخة. وهتسيبيها منقوعة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، بعد كده هتغسليها وتصفيها. طبعا هنا الحشو حسب الرغبة، ممكن تحشيها فريك او رز بالخلطة او رز ابيض، لكن انا بفضل الحشو يكون رز ابيض. زي ما انتوا شايفين انا سلقته ربع سلقة بس، ربع سلقة علشان خاطر هو هيكمل باقي السوا جوه الفرخة. طبعا هجيب معلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود وهبتدي طبعا اقلبها كويس جدا. الملح ممكن تضيفيه اثناء تسوية الرز او ممكن تضيفيه على كده مثلا تضيفي حوالي نص معلقة من الملح. عايزة اقول لكم ان اي رز او فريك محشي جوه اي لحوم بيبقى طعمه رهيب بعد السوا، والخلطة الرز دي اللي انا عاملاها فعلا طعمها تحفة جدا بعد السوا، بتدي طعم جميل جدا. طبعا لو انت حابة تحشي تحت الجلد او مثلا هتحشي جوه الفرخة بس ممكن. هي الفرخة هنا كبيرة شوية فانا ما حبيتش احشيها تحت الجلد، حبيت احشيها من جوه بس، لكن انا احيانا بحشي تحت الجلد وبيطلع جميل جدا. هنا بعد ما حشيتها خلاص هروح اسلقها. طبعا هحضر الشوربة، ورق اللوري والفلفل وكمان ممكن نضيف نص جزرة وهنسلقها كويس. هتاخد حوالي يعني ممكن نص ساعة او حسب ان هي لو كانت كبيرة شوية هتاخد معايا ساعة الا ربع بس. هتاكلي احلى فراخ مسلوقة. هنا بعد ما خلاص اتسلقت وطلعتها من الشوربة هجيب معلقة من الصلصة وعليها فلفل اسود وكزبرة وهبتدي ادهنها من فوق. بعد كده هدخلها على الشواية حوالي 10 دقايق مع التقليب على الوشين، هتديني النتيجة التحفة دي. طبعا دي من احلى والذ الطرق اللي انا بعمل بيها الفراخ البلدي. عايزه اقول لكم طعمها فعلا رهيب جدا، طعم الفراخ من جوه علشان متملح ومتنضف كويس جدا، جميل جدا وكمان مستويه جدا من كل الاطراف. ودي من افضل الطرق علشان نسوي الفراخ البلدي، ان احنا اولا نسويها سليمه مش متقطعه وكمان نحشيها. وكمان زي ما انتوا شايفين انا نضفتها كويس بالملح والليمون وادتني نتيجة تحفة وريحة أحلى وطعم جميل جدا للفراخ البلدي. كمان لو عندك أطفال مش بيحبوا ياكلوها بالطريقة دي هيعشقوها فعلا. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان كومنت جميل علشان أعرف إن الطريقة دي عجبتكم.